بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يلا بينا أصدقاء حوت الأفلام نعيش مع فيلم رعب جديد مليان بالإثارة والغموض. لكن قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة دلوقتي حالا واعمل لايك للفيديو ويلا بينا. فيلمنا بيبدأ في سنة 1952 في دير القديسة كارتا في رومانيا، وبنشوف رئيسة الدير والراهبة فيكتوريا ماشيين في نفق ضلمة في الكنيسة، وبيوصلوا الباب كان مكتوب عليه كلمة هنا ينتهي سلطان الرب. لكن رغم كده دخلت رئيسة الدير وفتحت الباب وبتقول ان ما عندهاش حل تاني، ودخلت الأوضة وبتفضل الراهبة فيكتوريا تصلي قدام الأوضة علشان تحميها. لكن فجأة بتسمع صوت صريخ وبتظهر لها رئيسة الدير وكان وشها غرقان دم، وبتقول لها ان الشر ده محتاج لوعاء علشان يخرج، وانه هيجيلك يستحوذ عليكي، فاوعي تديله فرصة لاستحواذك. وبترمي لها مفتاح غريب وبتقول لها خديه وهربي. وفجأة بتتسحب رئيسة الدير لمكان مجهول، وبتاخد الراهبة المفتاح وبتجري بيه وبتمسك حبل وتروح عند الشباك. في الوقت دوت بنشوف الكيان الشيطاني المتمثل في شكل راهبة ماشي وراها، والصليب بيتقلب وبتلف الحبل حوالين رقبتها وبتنتحر. وهنا بنشوف انعكاس الراهبة في ازاز الشباك. وبعد فترة اكتشف عامل واسمه فرنشي جثة الراهبة المنتحرة، وبسرعة توصل اخبار الكنيسة للفاتيكان، وبسرعة عملوا اجتماع طارئ وحضر معاهم الاب بيرك اللي كان متخصص في حل المشاكل الاستثنائيه، لكن عمله انتهى كقص من ايام الحرب العالميه. المهم المجلس بيطلب منه انه يحقق في موضوع انتحار الراهبه، وكمان جهزوا له كل اوراق سفره، وادوا له ملف فيه عنوان الراجل اللي اكتشف الجثه، وقالوا له هتاخد معاك طالبه الكنيسه الجديده واسمها ايرين علشان تساعدك، وكمان هي عارفه المنطقه كويس. لكن الحقيقه هي ما كانتش عارفه المنطقه ولا عمرها سافرت رومانيا. وبعدها قابل بيرك ايرين، وهي استغربت جدا من كلام بابا الفاتيكان انها تسافر رومانيا، خصوصا انها لسه ما كانتش قالت النذور بتاعتها، يعني لسه راهبه تحت التمرين. لكن بيرك بيقول لها اكيد قرار الفاتيكان في حكمه احنا مش عارفينها. وسافروا رومانيا مع بعض وراحوا للعنوان اللي مكتوب عند بيرك، وبيطلع منزل فرنشي مكتشف انتحار الراهبه، وبيقول لهم ان اهل القريه بيعتبروا ان الدير مش موجود ومحدش بيقرب له لانه ملعون، وان كان شغلته انه يوصل الاكل والشرب للدير. وساعتها شاف الراهبه وهي مشنوقه وطلبوا منه انه يوديهم للدير. ولما راحوا الدير ولما قربوا من الدير بنشوف ان الحصان وقف ورفض يكمل الطريق لانه كان خايف من المكان، وكملوا طريقهم ماشي. لكن ايرين بتسأل بيرك وبتقول له ليه الفاتيكان اختارك انت بالتحديد للتحقيق؟ قال لها لان الحادث دوت حادث استثنائي، ولانهم كمان عايزين يتاكدوا ان الكنيسه لسه مقدسه. وفرنش بيقول لهم بعد ما وصلوا انه بقاله سنين بيتعامل مع الكنيسه لكن عمره ما شاف ولا راهبه منهم، وان الراهبه اللي انتحرت كانت اول راهبه يشوفها في الدير، وانه اول ما شافها نقلها في مخزن التلج علشان الجثه ما يحصلهاش حاجه. لكنهم بعد ما دخلوا المخزن لقوا جثه في وضعيه تانية غير اللي كان فرنشي سايبها عليها، وانه كان سايبها نايمه مش قاعده، وكان في ايديها مفتاح. لكنهم قرروا انهم ياخدوا الجثه ويدفنوها في المقابر. وبتلاحظ ايرين ان فوق كل مقبره جرس موصول بحبل ومتصل بالجثه في القبر، وقال لها بيرك ان السبب في كده ان ايام الطاعون كان الناس بتفتكر المرضى انهم ماتوا وبيدفنوهم احياء، واخترعوا فكره الجرس ديت علشان لو كان حد حي واتدفن غلط يشد حب الجرس وبالتالي يعرفوا انه حي فطلعوه من القبر. ولما جم يدخلوا الكنيسه بيشوفوا دم الراهبه المنتحره لسه سايل بالرغم من مرور اسابيع على حادثه الانتحار. وبعد ما دخلوا الكنيسه بتشوف ايرين حد موجود وراها، وبتطلع الام رئيسه الدير وبيكلمها بيرك وبيقول لها عن المهمه بتاعتهم، لكنها قالت ان الراهبات كلهم اتهدوا بالصمت العظيم، وهو التزام الصمت والسكون من غروب الشمس لحد الشروق، وقالت لهم يجوا بكره علشان يكلموهم. لكنها سمحت لهم انهم يباتوا في مساكن الرهبان لحد ما ينتهي الصمت العظيم. وبيسيبهم فرنشي ويرجع قريته، وقال لهم هاجيلكم بعد يومين. وهو ماشي بيشوف راهبه واقفه بعيد وسط المقابر، وبيروح وراها ويشوفها وهي بتجر حبل المشنقه على الارض، وفجاه بتختفي من قدامه. ومره واحده بيشوفها شنقه نفسها في الشجره بتنط فوقيه، لكنه عرف يهرب من المكان وخد صليب معاها علشان يحميه. وتاني يوم هم بيتغدوا وسالت الراهبه ايرين الاب بيرك يعني ايه امور استثنائيه، وقال لها ان في حاجات غير طبيعيه وغريبه بتحصل وان هو واحد من المسؤولين عن حلها. وبتحكي له انها وهي صغيره كانت بتشوف رؤى كتير، وبتسمع جمله العذراء هترشدك على الطريق، لكنها قدرت تتخلص من الاوهام ديت لما الكنيسه بعتت لها الاب فورن. وهو برضه حكى لها انه كان مطلوب منه يعالج طفل اسمه دانيال برضه كان بيشوف رؤى، لكن حالته اتدهورت لانه كان ممسوس من كائن شيطاني، فعمل جلسه طرد الروح، وعلشان دانيال كان ضعيف ما استحملش ومات. وبعد كده هو بيرك لوحده شعر بان في حد بيمشي وراه لكنه بيختفي من قدامه. لكن فجأة بيشوف دانيال بيخبط على كتفه وبيطلع من بقه تعبان بيطرد بيرك لحد ما وقع في قبر مفتوح، وكان مكتوب عليه كلمة هنا يرقد الأب أنتوني بيرك، واتقفل عليه باب التابوت. فضل يضرب الجرس بتاع القبر
وبتصحى ايرين من النوم وبتنزل وتخرج بره، وبتخش اوضه بتشوف فيها راهبات بتصلي، وفي خيال كبير ماشي على الحيطه، وظهر مره واحده في المرايه الموجوده، وفجاه كل الراهبات بيختفوا فجاه، وبنلاقي الراهبه دي حاطه ايديها على كتف ايرين وبتصرخ لدرجه ان المرايه بتنفجر في وشها والصليب بيقع. بتطلع تجري من الدير لحد ما بتسمع صوت الجرس جاي من المقابر، وهنا بتشوف ان كل الاجراس الموجوده بترن في وقت واحد، لكنها قدرت تحدد القبر المدفون فيه بيرك وبدات تحفر علشان تطلعه. وكان بيرك مستنيها توصل له، وفجأة بيلاقي ايد من وراه بتحاول تخنقه، بس ايرين بتقدر انها توصل لبيرك وتنقذه وتطلعه من التابوت، وبيقول لها ان في كيان شرير موجود في المكان ده وهو السبب في اللي بيحصل. وبيشوف كتب كتير موجودة في التابوت بتتكلم عن السحر وبياخدها معاها علشان يقراها. واليوم اللي بعده بنشوف بيرك ان كمية الدم بتزيد بدون تفسير واضح، وبيفتح باب الكنيسة ويدخله، وبيدي بيرك المفتاح اللي خده من الجثة لايرين، وبيقول لها حاولي تجمعي معلومات عن المفتاح لانه شكله كده مهم جدا وهيفيدنا كتير. وبدأ هو في قراية الكتب، وبتدخل ايرين الكنيسة وبتشوف قدامها راهبة وبتمشي وراها لحد ما وصلت للمصلى. بتلاقي راهبة تانية قاعدة بتصلي، وبتحاول ايرين تكلمها، لكن تيجي راهبة تانية اسمها أوانا وبتقول لها سيبيها تصلي، وان الدير دوت عبارة عن عبادة دائما متواصلة بالتناوب، وان الدور على الأخت روز دلوقتي، وطلبت أوانا منها انها تروح معاها. بنرجع لفرنشي اللي كان قاعد في حانة في القرية، وبيتكلم مع صاحب الحانة وبيقول ان المدينة بدأت تتسمم اكتر، وان في بنت صغيرة شنقت نفسها في حظيرة ابوها، وان المحصول ولع وتحول لرماد، وان في طفل صغير اتصاب بالعمى، وان كل ده سبب الشر الموجود داخل الكنيسة. وبيخاف فرنشي على بيركي وايرين، فكر ان ممكن يحصل لهم حاجه. وبعد كده بنشوف بيرك وهو بيقرا الكتب وبيشوف فيها رسومات غريبه لكائن شيطاني اسمه فالاك، وبيلاقي الباب الحديد بتاع الدير بيتقفل، ووقف ينادي على ايرين اللي بتكون قاعده مع الاخت اوانا، بيتكلموا عن انتحار الاخت فيكتوريا وانها كانت اكتر واحده مخلصه في العباده. وبدات اوانا تتكلم عن تاريخ الدير، وان اللي بناه دوق في العصور المظلمه على شكل قلعه، وان الدوق دوت كتب نصوص كتيره عن الشعوذه والطقوس الشيطانيه لاستدعاء قوى الجحيم والشر، وده تسبب في فتح بوابه سمحت لشر ما يتوصفش بالخروج من الجحيم ده، لحد ما جه جنود الكنيسه واقتحموا مكان الدوق وقتلوه وقفلوا بوابه الجحيم عن طريق دم مقدس وهو دم المسيح نفسه، وشالوا باقي الدم في مكان سري في القلعه، وتحولت القلعه من ساعتها لدير. ومن ساعتها بدات الصلاه مستمره وبالتناوب علشان يفضل الشر في مكانه. واستمرت الكنيسه على كده لسنين طويله لحد ما الحرب بدات والصواريخ نزلت على الكنيسه ودمرت الارض، وكانت السبب في خروج الشر من بوابته مره ثانيه. وبتسال ايرين عن الراهبه اللي شافتها في المصلى، وبتقول لها اوانا ان كل الراهبات شافوها في ممرات الكنيسه بالليل، وانها مش واحده منهم، وانها شيء شرير واخد شكل الراهبه علشان يقدر يتحرك وسطهم، وان حضورك هنا معناه ان البوابه اتفتحت تاني، وممكن ده يكون سبب في انتحار الاخت فيكتوريا، وان الحادثه ديت كانت تضحيه من الاخت فيكتوريا علشان هي كانت اخر راهبه موجوده وكانت رافضه ان الشر يتمثل في جسمها، فالحادثه ديت كانت تضحيه مش انتحار. وبعد كده راحت اوانا مع ايرين علشان توريها الاوضه اللي هتبات فيها. وبعد كده بنشوف الاب بيرك بيلاقي خريطه تفصيليه لتصميم الدير من اول ما اتبنى، وبيشوف طريق البوابه في التصميم، لكنه بيتفاجئ بوجود رئيسه الدير معاه، بتقول له ان الدير ده ليه تاريخ طويل، وان الاخت ايرين اصبحت في عداد الاموات دلوقتي. وبتسكت مره واحده، ولما قرب لها بيلاقي ايد هيكل عظم مسكت ايده وبيقع على الارض، وفجأة بتختفي من قدامه. وبعد ما صحيت ايرين من نومها بسبب كابوس، قامت من على السرير ناحية الراهبة، وبنشوف هنا ان الصليب اللي فوق سريرها بيتقلب لوحده، وفجأة بتختفي الراهبة من قدامها. تظهر فيكتوريا جنبها وبتقول لها ان الرب هينقذها، وبتروح فيكتوريا ناحية الشباك وبتحدف نفسها، وبنشوف باب الأوضة بيتفتح لوحده وفي صوت حد بينده لها، وبتمشي ايرين ورا مصدر الصوت لحد ما توصل للممر اللي كانت فيه فيكتوريا في أول الفيلم، وبتظهر قدامها راهبة وشكلها كان مرعب جدا، بتحاول تشدها ناحيتها، لكن ايرين اتمسكت بالصليب على امل انه ينقذها لحد ما وقعت في مكان تاني، وحاولت تهرب وهي ماسكه مفتاح الاوضه اللي كان في ايد فيكتوريا، لحد ما الاخت اوانا مسكتها وطلبت منها انها تقابلها في المصلى، لان الصلاه هي الحاجه الوحيده اللي هتنقذهم من اللي هم فيه. وبتروح ايرين على المصلى وبتشوف جنبها جثه ميته ومتغطيه، ولما كشفت وشها بتلاقيها الاخت اوانا. وبنرجع نشوف بيرك وهو سامع صوت دانيال وبتساله انت ميت من امتى، وبيحصل زلزال في المكان، وهجم دانيال على بيرك وبيحاول يخنقه، لكنه قدر يهرب من مكانه، بيبص وراه بيشوف الراهبه واقفه وبيكمل هروب. ونرجع لايرين اللي كانت مش فاهمه ازاي اوانا ميته وهي لسه قايله لها قابليني في المصلى، ودخل باقي الراهبات مره واحده المصلى وبدأوا يصلوا كلهم جنب بعض، وبتقول لها واحدة منهم انها تصلي معاهم وما توقفش صلاة مهما حصل ومهما شافت وسمعت. وتبص ايرين على تمثال مريم العذراء لقيته بينزف دم، وبدأوا كلهم في الصلاة، وفجأة بتنطروا كلهم من حوالين ايرين، ومفضلش غير ايرين بتكمل صلاة لوحدها. وهنا بتشوف هدومها بتتقطع ويتم جرحها على ظهرها،
لكنها ما وقفتش صلاه، وبترسم على ظهرها نجمه محفوره في جسمها لحد ما بتسمع صوت بيرك بينده لها، وكان معاه فرنشي وبتحكي له على اللي حصل. لكن فجاه تختفي كل الراهبات اللي كانت موجوده، ما يفضلش غير الجثه. وبيرك قال لها دي رؤى مش حقيقه. ولما جم كشفوا الغطاء اللي على الجثه طلعت جثه لراهبه كبيره في السن، لكن بسرعه الجثه بتهاجم ايرين بالصليب، لكن الضربه بتيجي في بيرك، وبسرعه مسكت ايرين الصليب ورشت عليه ميه مقدسه وحطته على الجثه. وبنشوف هنا ان الصليب بيولع نار لحد ما حرقت ايد بيرك ورماها على الارض، وفجاه بيضربها فرنشي بالبندقيه اللي معاه ووقعت الجثه ميته. وقالت ايرين ان الكيان الشيطاني ده لسه ما انتصرش، وان علشان ينتصر محتاج كيان بشري علشان يستحوذ عليه، علشان يقدر يخرج بره الدير ويتحرر من البوابه، وان فيكتوريا ضحت بنفسها علشان الشيطان ما يستحوذش عليها. وقالت انهم لازم يدوروا على دم المسيح في الكنيسه علشان يقفلوا بوابه الجحيم مره تانية. لكنها بتطلب من بيرك طلب، وهو انها تؤدي طقوس الكهنه وانها تاخد نذورها دلوقتي علشان تبقى راهبه رسمي. فوافق بيرك على طول وبداوا في الطقوس، وبقت ايرين راهبه رسمي. وبداوا يدوروا على النفق اللي بيوصل للبوابه وعلى مكان الدم المقدس، ونزلوا النفق الموجود تحت الكنيسه ويشوفوا ضوء نازل على تمثال مريم العذراء، والضوء دوت منعكس على مكان معين في الحيطه. وبيبصوا على الحيطه لقوا مكان لمفتاح، وفتحوا الباب لقوا الدم المقدس اللي هيقفل بوابه الشر. وكملوا طريقهم في النفق لحد ما وصلوا باب اوضه وكان مكتوب عليها كلمه ينتهي سلطان الرب هنا. فدخلوا بسرعه وفضلوا ماشيين في النفق لحد ما اتفرقوا ودخل كل واحد منهم في مكان. وبتهجم راهبه على ايرين لكنها هربت منها، لكن كأن الراهبه بتوجهها تدخل مكان معين. وفعلا دخلت اوضه فيها شمعة منوره على الارض، وفجاه الشمع كله بينور، بتلاقي نفسها واقفه وسط نجمه شبه اللي اتحفرت على ظهرها، وبتحاول تهرب من الاوضه، لكن باب الاوضه اتقفل عليها وفي ايد اتمدت وخطفت الشمعة اللي في ايديها. وفرنشي بيسمع صوتها بيروح على صوتها ويكسر الباب بالبندقيه، لكنه بيلاقي نفسه واقف وسط ناس كتير وشها متغطي وشكلهم مخيف. بيمشي وسطهم لحد ما وصل لايرين اللي بيشوفها متعلقه وواقفه بشكل غريب وسط النجمه، بيكون الدم المقدس متعلق في رقبتها. وبيشيل الغطا من على راسها، بيلاقيها بتصرخ في وشه ووشها شكله اتغير وبقى مرعب. وبتعلق فرنشي في الهواء، وهنا بيكون فالك الشيطان سيطر على جسد ايرين وبتروح علشان تقتله، لكنه بيقدر يحط دم المسيح على ايده ويرشه على وش ايرين. وبكده فصل فالك عن ايرين، وقبل ما يهربوا بيقدر فالك انه يمسك فرنشي من رقبته ويرمي ايرين في اوضه تانية مليانه ميه وبيكون تحتها بوابه الجحيم. وبيحاول بيرك ينقذ ايرين، لكن يطلع له دانيال وهجم عليه وطلع تعبان من بقه ولدغه في عينه. وهنا بيطلع فالك من تحت الميه لايرين بشكل مرعب ومخيف وهجم على ايرين. وفضلت ايرين تدور على الدم المقدس وبتلاقيه اتخلع من رقبتها، لكنها عرفت تمسكه وبتحط الدم في بقها. واول ما بتطلع بره الميه بتبخ كل الدم في وش فالك، وده اللي خلاها بتحرق، وبقى الدم بينزل في الميه اللي تحتها البوابه. وهنا بنشوف ان البوابه بتتقفل وبيتحرق فالك ونزل جوه البوابه واتقفلت البوابه عليه تماما. وبعد كده بنشوف فرنشي بينقذ ايرين من الغرق، بيقول لها عن اسمه الحقيقي موريس، بتشكره انه انقذ حياتها. بيطلع الصبح عليهم وبيلموا حاجتهم علشان يمشوا، وبيبان ان كل المقابر الموجوده هي مقابر الراهبات اللي ماتوا من تاثير فالك عليهم. وقبل ما تمشي بتصلي ايرين ليهم، وبيوصل لهم موريس اللي هو فرنشي، لكننا بنشوف على رقبته صليب مقلوب من تاثير فالك عليه، وده معناه ان لسه الشر ما خلصش، وان موريس هيتعرض لشر قادم بعد 20 سنه. مذكور قصته في فيلم الشعوذه اللي هنلخصه قريب ان شاء الله علشان القصه تكمل. وفي النهايه لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد. ولو في حاجه معينه عايزينها اكتبوها في التعليقات. وفي الختام احلى سلام من حوت الافلام.